بص كده وركز على الصورتين دول وقول لي اي صوره فيهم حاسس انها غضبانه اكتر. اكتب لي في الكومنتات الصوره رقم 1 ولا رقم 2. اكتب ما تكسلش. كتبت؟ المفاجأة بقى ان الصورتين مش مختلفين اصلا، دول شبه بعض بالظبط. طب ليه بنحس ان وش فيهم غضبان اكتر من التاني؟ الموضوع مش في الصورة خالص، الموضوع كله في دماغك. بص يا مولانا، دماغك متقسم نصين، شمال ويمين. النص اليمين من المخ بيعالج الجزء الشمال من الصورة، والعكس صحيح، النص الشمال بيعالج الجزء اليمين. المثير بقى ان النص اليمين متخصص في التعرف على الوشوش والمشاعر اكتر. يعني اول ما تبص على وش حد عقلك بيركز تلقائيا على الناحية الشمال من وشه، فاي تعبير صغير في الناحية دي زي حزن او غضب دماغك بيضخمه ويحسسك ان الوش كله غضبان اكتر. والعلماء بيسموا الحركة دي ليفت سايد بايس، يعني مخنا عنده تحيز يفسر مشاعر الوش اكتر من الناحيه الشمال. فالمره الجايه اللي تبص فيها على صور بالشكل ده افتكر ان السر مش في الصوره نفسها، السر في الطريقه اللي دماغك مبرمج يعالج بيها الدنيا حواليك. وما تنساش تعمل فولو. سلام.